الوصفة دي وصفة جديدة أنا سارقاها الحقيقة من برّه، هي وصفة معروفة جدًا اسمها chicken pie. هي بتتعمل بعجينتين، يا إما بالpuff pastry يا إما بتتعمل بالshort dough، ودول عجينتين للفطاير معروفين جدًا برّه، بس يمكن مش مألوفين أوي عندنا في مصر أو البلاد اللي حواليها. هي الحقيقة العجينتين مش سهل يتعملوا في البيت، بس كتير بنشتريهم جاهزين من السوبر ماركت. أنا عملتها هي نفس الحشوة، بس عملتها بالجلاش ولقيتها نفعت ولقيتها جميلة جدًا، و ولقيت إنها شغالة أوي، يمكن كمان أطعم وأخف كتير من لو اتعملت بالpuff pastry أو بالshort dough. هاعملها معاكم دلوقتي. الأول هنحضّر الحشوة. أنا هاجيب بصل مفروم ناعم جدًا، ده بصل عندي من الأول متحضّر معلقتين تقريبًا، أو في حكم البصلة واحدة متوسطة مفرومة ناعم أوي، باشوّحها في شوية زيت سخنين أوي، وهننزل معاهم مفروم فريش متقطّع شرايح رفيّعة، وبعد ما باقلّبهم تقليبتين كده بانزل عليهم بمعلقة توم مفروم. أشوّحهم تشويحة حلوة وأتأكد إن هُم استووا. هابدأ بقى أحضّر الصوص بتاعي، لإن الفطيرة دي طبعًا أهم حاجة فيها الصوص. هانزل بمعلقتين دقيق وكوباية لبن، وكوباية اللبن هانزّلها تدريجي عشان الدقيق ما يكلكعش. أفضل أقلّب لغاية ما أتأكد إن كلّه اتشوّح مع بعضه وكلّه استوى في بعضه والصوص ابتدى يتماسك وابتدى يبقى سميك. نبدأ بقى نتبّل، نحط الملح ونحط الفلفل زي ما إحنا عايزين، وأنا هنا أضفت تقريبًا صدرين من الفراخ مستويين من الأول، منسّراهم أنا كده بإيدي وضفتهم على الخليط بتاعي، وشوية جبنة موتزاريلا ودي اختياري برضه، بس طبعًا هي إضافة جميلة بصراحة بتضيف للطعم يعني طعم حلو جدًا، ونُص كوباية كريمة طبخ ودي برضه اختياري. هابدأ أحضّر الباي بتاعي. إحنا ممكن نعملها في أي بايركس أي شكل، ممكن مستطيل ممكن دائري، أنا حبيت يعني أطلّعها شكلها شكل الباي أوي بتاعة برّه، فجبت البايركس بتاعة الباي فعلًا، وابتديت زي ما أنتم شايفين أرصّص ال الجلاش بتاعي، وبين كل جلاشة وجلاشة مسحة زبدة سايحة أو سمنة أو زيت زي ما تحبوا. المسحة دي بتساعد إن الكراست بتاعتنا تطلع مورقة وتطلع مقرمشة. وهابدأ أحط الحشو بتاعي. أهم حاجة أتأكد إن الحشو مش زيادة عن اللزوم، أنا هنا الحشو بتاعي كان أزيد، سِبت منه حبة على جنب، ده ممكن يخش الفريزر عادي ونستخدمه بعد كده في وصفة تانية. وابدأ أغلف الفطيرة بتاعتي واحدة واحدة. أنا عشان لقيت إن الشكل مش متناسق أوي فحطيت واحدة أو 2 زيادة على الوش، وبرضه بامسح بالزبدة علشان أتأكد إن هي كمان الطبقة اللي على الوش دي هتورق معايا وهيبقى لونها حلو لما تخش الفرن. هي خدت مني بالظبط طبقتين على الوش كده، وقفلت الفطيرة بتاعتي. وطبعا الجلاش بالذات لازم بيتقطع قبل ما يخش الفرن، لأنه بيبقى تقطيعه صعب جدا بعد السوا. فأنا قطعتها 4، وبعدين بحضر الاج ووش بتاعي. جلاش لازم بنسقيه بيض ولبن مضروب، فدي كانت نص كوباية لبن وبيضة كاملة، ضربتهم كويس وسقيت الجلاشة بتاعتي فيهم، اتأكدت انها دخلت الاطراف والاركان بالكامل. وحتى بالسكينة كده بحاول اتأكد ان البيض بتاعي دخل بين القطعات اللي انا قطعاها. بدخلها الفرن، بتاخد تقريبا تلت ساعة على درجة حرارة متوسطة، وبفتح المروحة عشان لونها يبقى حلو. وبعدين أنا بحب أزوقها بالخضرة، لو في ريحان، الريحان هيبقى إضافة جميلة جدا، مفيش يبقى البقدونس حلو برضو. ودي كانت وصفتنا، وألف هنا.